اليوم مشاهدينا سنتجاوز كل الخطوط الحمراء وسنتحدث بكل جرأة عن ملاعب المغرب الشقيق وبالضبط ملعب مولاي عبد الله. البطاقة الحمراء تاعي اليوم تتعلق بما يحدث عند جيراننا المغرب. الناس راهي تخدم لي فيدراسيون تاعها وحنا راهم يتاكلوا على الكوميل. السكرتير جينيرال واحد بين حيني دا لي زانفيتاسيون علاه نديميسيوني وعلاش الكوميل في حين اعطيني قبل ما يعطيك شفيت كي كنت نتايا ما عندهاش بزاف شهر ولا شهرين ولا كي كنتوا تتكلموا تقولوا لو كان عندنا ناس اللي في لاكاف يخدموا في لي كوليس. واش قلت لك؟ قلت لك يخدموا لروحهم. صح قلتها لك صح. اليوم هاي لا بروف، هذه لا بروف، ايوا لا بروف هذه. علاش نزيدوا نوضحوها اليوم؟ اوليو الناس الجزائر والو باسكو اعضاء المكتب الفيدرالي هنا على الدوله الجزائريه ان تقف على هذا الامر. ما على بالهمش كاع بالفوتبول ناسيونال. المغرب طور ويبني في الملاعب. حنا يتاكلوا يتضاربوا غير على لي بوست فقط. هاي البطاقه الحمراء اللي حابين نخرجوا. والله اسمح لي بك حبيت نسقسيك في حاجه. هذو اللي كنتوا توريوهم دوكا اللي كنتوا تحضروا عليهم. وحنا الشامبيونات ديالنا تاع كره القدم اللي ماتش تاعنا كيفاش راهي؟ ما باش قولي كارثيه يعني ولا لا؟ كارثيه بيان سور. هذا ما يدل على البطوله الوطنيه وعلى كاع كره القدم في الجزائر. نظن على هذا سي ليماج تاع واش هو يصرا. هذه فضيحه في التسيير هذه. ليش شغل حاجه كاين الناس بالك يقول لك نورمال باسكو تالمو حنايا الفوتبال ديالنا فيه لا مارشي ما على بالهمش لي زاربيت مبيوعين مخدومين الاخر يشري ماتش تبان لهم كلش نورمال. علاش اليوم لي ماتش تاع الفوتبول اليوم انت غدوه ان شاء الله تحب تورغانيزي كوب دافريك بهاد العباد لازم نهضروا حقيقه. صح. ما نقدروش ندوك كوب دافريك. قالها باش يقولها قالها غوتي قال كيف يمكن ان ننظم كاس افريقيا بالاتحاديه. انا غوتي هذا ما نسمعش به ما نستناش هو يقول لي. انا قلت لك يعني هذا عضو عندهم معاهم. انا نفهمك انا ما نستناش غوتي يقول لي. انا على بالي كاع واش يصرى عندهم. نسمع عندنا ديزيكو انت تسمع محمد يسمع لي يسمع كاع نسمعوا باسكو حنا رانا عايشين في كره تاع الجزائر في كره بطوله في الكره الجزائريه باينه نسمعوا رضوان هذا يهضر. انا نظن باللي لازم الناس سيرتو باسكو الوزاره باسكو الوزير اللي لازم يتدخل. لازم تتدخل الوزاره. باسكو اسمح لي امين قال كلمه خفات لكم ربما ولا ما خفات لكمش. شكون قالها؟ غوتي خلينا واش قال كاع الفضيحه هذه ورزمو اللي قالوها. واش قال لك؟ قال لك توتي تاروفير. انا كتبت توتي تاروفير وهذا الكلام مدة شحال وحنا نقولوا توتي تاروفير يا ناس توتي تاروفير. واش تعليقك انت لما تشوف المغرب عندنا 3 انديه؟ احنا عندنا ناديين وواحد بيطالب باش يكون عندنا نادي ثالث باش يشارك في منافسه عربيه كما هذه. هما تحبوا ولا تكره عندهم دي فيدراسيون احسن منا فو ريكونيت بلي احسن منا ويخدموا لبلادهم. انا مازال ما سمعت فيدراسيون ماروكان فضيحه هكذا كيما اليوم صارت لهم هما. انا ما سمعتهاش. ممكن تصرا ويخبيوها سي اونكور ميو كي تنجم تصرا حاجه بزاف بيناتكم وتخبيوها تسترها. بصح لا هنايا قاسوا هادو من يصروا في الغسيل. هنا قاسوا الصوره تاع البلاد. هنايا سي ليماج لاجيري كي تيتوشي واش هو صاير سي ما كاش بلاد اللي يصرا هذه. انا واش محيرني في هذه كاع هاك تشوف كاع واش شاك فوا ان سكوندال يا با دو رياكسيون. وهذه اللي تخليك تقول وين شغل يا سيروم ولا نديروا سيروم ولا واش تاع كاع ماشي غير من الوزاره وطلع سي با نورمال رياكسيون باري طاف كاين ناس بزاف اللي يروحوا ولا اللي يعاود لي زيليكسيون يفو ريكونيت كون لا بلو فابل فيدراسيون دو ليستوار دو لالجيري. هذه هي الضعيفه في تاريخ الجزائر. وهما باسكو قلت لك من قبل سيست الحاله بريزيدون فيدراسيون لازم يكون قوي يا اخي يكون شخصيه. انا اللي نديسيدي في الفوتبول الجزائري. نهار تشوفوني خرج كيما خرج النويل لوغار دي فيا قاس شخصيه وطنيه ولا حب يجي الجزائري وحده الباب طب باسكو il est excellent ولا حب يجي الجزائري يجي مي ما فو êtes en train de massacrer toute une jeunesse. الفوتبول راح يا بلو دو فوتبول ولا سي ليماج تاعنا اللي ماشي مليحه. طيب كنت اتمنى يا عماد لو سألتني قبل إعداد هذا الحصة لسلمتك صورة لملعب الرباط. لم أكن أتوقع بأن المغرب الأقصى يمتلك ملاعب رائعة وبنيات تحتية عالمية بهذا الشكل. والبلد المجاور الذي هو الجزائر يمتلك حاليا ملعب يصلح لأي شيء إلا لبعث الأبقار يعني لتأخذ من ذلك العشب ما تراه مفيد لبطنها. شاهدوا والله نغيروا برك حنا ما راناش نحسدوا ولكن ماذا بينا الانديه تاعنا دير على الاقل تعاند المغرب فقط في مراكز في ملاعب. المغرب شقيقنا وجارنا العزيز. هذا الملعب الرائع علي بن شيخ امور مثل هذه نتمنى نكونوا عايشين ونشوفوها في نوادينا الجزائريه. لما لا ان شاء الله هذا واش نتمنى. الملعب ما عندي ما نقول واش المشروع هذا مشروع روعه. شوف الناس وين لحقت يا اخي
ماشي كاع نقولوا لونجلترا عندهم تقاليد فوتبول صح، عندهم أكثر من قرن. ولا ما يعرف، ولا السعوديه عندهم الاموال، ولا ستاد ديالهم كلوب بيان اورغانيزي. علاش شاك فوا نتايا تمد ليكزومبل بهم؟ قلت لك هما ممكن مارسي ما عندهمش واش عندهم هادو. صح. هادو الملعب يولي يدخلهم العجب، باسكو لي بوتيك لي ماغازان لي كدا فندق كاين اوتيل فيه كلش العجب. ولوبجيكتيف تاعهم قلتها انت بيان، ولا ما داوش كوب دي موند في هادو ما يديوها في هذا الملعب بهذا الملعب، ولا ما داوهاش في هذا العوام اللي كاين يديوها بهذا الملعب. هم الاوبجيكتيف تاع توجور نروح بعيد، نحوس وين نافونسي. احنا مازال دبزه على لي سيبورتر، واحد يقول له نقعد منا الاخر يقعد منا. الناس راي في عالم، وحنا رانا في عالم مش يحدث في القسم الثاني من تلاعبات، يعني حاجه ما يعني في بلاصتها. ما تجيش تدخلهم الناس النزهه يخدموا الفريق ديالهم وهم عندهم ثقافه، كما انا نشوف برشلونه ولا ريال مدريد يحب الفريق ديالو، يحب الفريق. الملاعب في المستوى وتزيد ترويج والاخر يكون في المستوى، لان هنايا رايح ماشي غير تلعب كوب دافريك، الصوره. كاين اللي يسمع برك الصحراء ما يعرفش واش الصحراء، كاين اللي يحب يعرف واش هو الغرب، كاين ما كاش. وهذه احنا دو كوتي تاع السطال الملاعب ولي زوتال هذول على بالنا بهم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، معكم مراد من بلاطو صوت الشارع الرياضي، واليوم معنا الزميلة اللي دايما تناقش المواضيع اللي تحرق القلب، إيناس. وش راكي إيناس؟ رايحة يا مراد، بصح قلبي وجعني من اللي شفت ملعب مولاي عبد الله في الرباط. لا هدي ماشي بلاد، هذا عالم آخر. ربي يشهد يا إيناس، نهار شفت الصور والفيديوهات قلت يمكن فوتبول في أوروبا. المدرجات، الإضاءة، التكنولوجيا، حتى الأرضية فيها نظام LED كما الملاعب الأوروبية. والغاربة راهم يجهزوا باش يحتضنوا كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وعندنا هنا نكسر رجلي في ملعب كيما عنابة، ولا نضيع الكرة في رملة تاع وهران. والله غير صح يخي مهزلة. واللي قهرني يا إيناس، المغاربة راهم هدموا الملعب القديم وبناو من جديد في عامين، وإحنا كي نبدوا الكراسي في ملعب نديروا عليها تقرير وطني ويفتتحوه الوزير. ويفتتحوه بكامل الفخر، وجيت تقولهم علاش ملعب 5 جويلية مازال مهتر، يقولك راها في طور التهيئة. يخي فضيحة. قل لي مراد، ملعب مولاي عبد الله فيه 800 كاميرا مراقبة وتقنيات التعرف على الوجوه. احنا في ملاعبنا مازال يخش الجمهور بالكلاشينكوف وما تشوف حتى شرطي. ضحكتيني إيناس. وشنو قال إنفانتينو؟ الملعب يضاهي ملاعب أوروبا، وإحنا شكون يجي يمدحنا؟ حتى الطير ما يحب يطير فوق ملعبنا. والمشكلة يا مراد، عندنا فلوس، عندنا الموارد، عندنا شباب يموت على الرياضة، بصح ما عندناش مسؤولين يحبوا يخدموا بضمير. المغاربة خدموا على رواحهم، داروا شركات أجنبية شفافية، وها هم غادين ينظموا كأس إفريقيا بلا ما يطلبوا شفقة. صح والله، لازم نقولوها بصراحة، المغرب راهو يعطينا دروس في التسيير الرياضي، وهذا الملعب الجديد هو رسالة واضحة. يا الجزائري يا تونسي يا إفريقي، شوفوا وش نقدروا نديروا إذا كانت نية صافية. مراد، وانا نقولها على المباشر، كرهت نغار من جيراني، حابة نغار من بلادي. نتمنى المسؤولين يسمعونا ويشوفوا غير قنطرة الرباط وش ولات وملعبهم كالقصر، وإحنا مازلنا نستناو في إعادة صباغة جدار. نختموها بكلمة: شكرا المغرب، علمتونا أنه الحلم ماشي مستحيل، والخدمة الصح تعطي نتيجة. شكرا إيناس على صراحتك. وأنا نشكرك مراد، وتحية كل شعب يحب يشوف بلاده في القمة، بصح ماشي غير بالكلام، لازم خدمة.